وهاي أحلى وصفة لبلاط جهنم. يمكن ما في غير أهل حمص بيعرفوا هالاسم. حلويات من التراث الحمصي. شايفين قوامها ما أحلاه طالع؟ بما أنه هلأ خميس الحلاوة فقلت لحالي لازم أعملكم حلويات الحمصية. نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. عندي هون كاسة ونص من السكر. طبعا السكر لازم يكون سكر ناعم، سكر بودرة. سكر الخشن ما بيزبط. ها راح احط لهم كاسة من السمنة. السمنة تكون بهذا القوام، لا أنا دايبة ولا جامدة. فضيها فوق السكر. بدي احط لهم كوب واحد من سميد الفرخة. حطينا كاسة من سميد الفرخة، بدي احط لهم كاستين من الطحين. هاي كاستين من الطحين. بدي احط لهم تقريبا معلقتين من ماء الزهر. طبعا مية الزهر هي بتجيب طعمته. هلا بدي اعجنهم بشكل كتير منيح. هيك بعد ما عجناها بشكل منيح، شايفين كيف قوامها صار؟ عجينة بتشهي القلب. هيك لازم تكون طرية. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اقسمها لنصين. هذا النص بحطه على جنب مشان افرده بقلب الصينية. وهذا النص الثاني بدي اصبره، بدي احط له صبرة لون احمر. عندي صبرة سائلة، رح احط 4 5 نقط بس، ما بدي كتر. حطيت تقريبا شي 5 نقط. وبدي اعجنها بشكل منيح حتى تصير معي لونها زهرة. لونها هيك فاتح. بدي احط لها كمان شوية صبرة. بنرجع بنعجنها. هيك عندي العجينة الحمراء جاهزة، شايفين لونها ما أحلاه؟ هيك بدي إياها. بنجيب صينية تقريبا بهذا الحجم، شايفين كيف حجمها؟ ما بدي إياها أكبر ولا أصغر. طبعا هاي الصينية ما بدها زيت، بورسلان. إذا عندكم صينية ألمنيوم تدهنوها شوية سمنة. بنجيب العجينة البيضاء وبنفردها على كل الصينية. بس لازم نفردها بشكل كتير منيح وبالتساوي، ما لازم تكون طبقة سميكة وطبقة رقيقة. بنجيب شوبك يدوي مثل هاد وبنفردها لأنه أسهل بكتير. هذا بيعطيني طبقة متناسقة، يعني لا بيطلع سميك ولا بيطلع رقيق. هيك سوينا الصينية. هلا شو بدي أعمل؟ بدي أجيب العجينة الحمراء، بدي أفردها هيك قطع صغيرة وحطها فوق العجينة البيضة. شايفين كيف؟ هلا بنفردهم فوق الطبقة البيضة بكل سهولة. هيك بعد ما فردناها بشكل منيح، شايفين ما أحلاها طلعت مثل القالب. هلا بالنسبة للتقطيع بدي أقطعها مثلثات صغيرة. أول شي بناخدها بالنص، بعدين بناخدها كمان بالنص مثل قطعة البيتزا، كمان بالنص. يعني هيك صار عندي 8 قطع. شايفين كيف؟ هيك قطعناها 8 قطع. بعدين شو بدنا نعمل؟ بدي اخذ القطعة هاي هيك، شايفين؟ ولا اسهل من هيك. نفس الشيء ونفس القياس ناخدها هيك. وصلت؟ هلا بالنسبة للفرن تاخذ معكم 15 دقيقة ل 17 دقيقة بالضبط. الفرن شغال بس من تحت، بنحط الصينية على رف الوسطاني. هلا هيك بعد ما طلعتها من الفرن شايفين قوامها كيف صار؟ 15 دقيقة بالضبط اخذت معي. بس رجعت قطعتها بعد ما طلعت من الفرن لانه راحت الرسمة. طبعا هي راح تكون هلا طرية، ما تقربوا عليها لحتى تبرد تماما. بس انبردت بنطلعها قطعة قطعة. وهاي احلى وصفة لبلاط جهنم. شايفين قوامها ما احلاه طالع؟ بلاط جهنم، حلويات من التراث الحمصي. يمكن ما في غير اهل حمص بيعرفوا هالاسم. جربوها بهاي الطريقة واعطونا رايكم بالتعليقات. السلام عليكم.